استحي على شيبتك يا بلا شرف انك تحكي بهيدي الطريقه. كل حدا بيحكي ضد المقاومه هو صهيوني، ولا اتشرف اني استضيفه. قال هيفا وهبي ما بتطلع على تلفزيون المنار، ليش تطلع هيفا وهبي على تلفزيون تيليلوميير مثلا؟ ماني راضي عن ادائك انا كنائب عن الجنوب، فانا بطالب يلي انتخبوك يدفعوا لي هنك معاشك، انا ماني مضطر ادفع لك معاشك. نحن المسيحيين ما يحكوا باسمنا. انا هيدا المسيح اللي هن عم بيحكوا عنه انا ما بعرفه. ليه عم بتحسسوا الشيعة انه هن ناس مكروهين ومرفوضين وانه ما حدا بحبهم؟ ناس دمها بالارض، بدك احترموا الدم يا عالم. بيشبهونا وما بيشبهونا، والشيعة اكلونا واكلونا المحمودات. انا هيدا الخطاب بيقرفني، والبلد مش لإلهم وهن اصلا مش لبنانيين. كيف هالحكي يا عمي؟ يصير لك تتشبه فيه اساسا؟ انت بالطول انك تتشبه فيه وما بيشبهونا وثقافة الموت. لك روح انضاب بقى، خلاص بقى شي بيقرفوا له. انت بوجدانك المسيحي كيف تتحمل تشوف اولاد واقفة قدام السياج حاملة طناجر صغيرة عم بتصرخ جوعانة؟ إذا أنت قاري الإنجيل عن جد حط عينك بعيني وقل لي كيف تتحمل تشوف هيدا المشهد من دون ما تتفاعل معه. سوري بعتذر. اهلا وسهلا فيكي الصحفيه رولا نصر مره جديده عبر لبنان. شكرا كثير مارون لكم على هيدا الاستضافه، انا كثير بحبها لهيدا المنصه وعلى طول بكون سعيده لما بطل معكم. رولا بالمرات الماضيه حكينا انه لين انتقلت من الصحافه الفنيه للصحافه السياسيه. اليوم كيف عم تشوفي يعني هذه التجربه الجديده قبل ما نفوت بسياق هذه الحلقه؟ مبسوطه كثير بالاصداء، ومبسوطه لانه حسيت حالي عملت نقله نوعيه كثير كبيره. هلا للاسف اجت بظروف مأساويه جدا ما كان حدا منا بيتمناها، بس انا ما حسيت حالي ولا يوم انه بقدر احاور ناس بالمجال السياسي. الدومين كثير جديد علي، بس الحمد لله الاصداء عم تكون كثير منيحه، وحاسه حالي عم بعمل شيء له قيمه. هلا مش انه الفن ما له قيمه، بس لا، لما تشوف نوعيه المواضيع والاشياء اللي عم نحكي عنها اكيد بكثير اهم من الاغاني والفنانين وكثير قصص ثانيه. مجال مختلف تماما وفيه هيك رقي وفيه احترام وفيه كثير ايجابيات. طيب بهذه الحلقه رح نطلع على اسئله. اوكي بناخذ جواب، ممكن نعقب عليه ممكن لا، انت بتشوفيه مناسب لإلك. نبدا باول سؤال. قد ايه بتقبضي من الحزب؟ من الحزب؟ طب هيك مبلشين الحلقه بالاحراج. طيب ما انه الموضوع كثير محرج، ما كنت بتمنى انه احكي عنه، فضحتني وفضحتني يعني ماشي الحال. ما في يقول الرقم يلي بتقاضاه من الحزب او من محور المقاومه ككل، بس انه هيك الواحد يتطلع على الاستوديوهات الضخمه يلي انا عم بصور فيها والشرشحه من محل لمحل، بياخذ فكره بسيطه عن المبلغ الكبير يلي عم بتقاضاه. مش انه بنصور بكاميرا وحده وما عندنا استوديو. كتر خير الله. طيب من وين بتجي هذه الاتهامات؟ من الناس السخيفة والمريضة يلي ما عندها مبدأ بحياتها، يلي ما عندها تقبل للرأي الآخر. مجرد ما أنه حدا عنده رأي مخالف أنت بتقبض. نفس الشيء مثل ما كنا بمجال الفن، إذا كتبنا مثلا حكينا إيجابا عن فنان معين بيقولوا لأنه قابضة، وإذا انتقدنا فنان كمان بيقولوا لأنه مش قابضة. هيدي الناس التافهة يلي ما عندها رأي ما عندها شخصية، تتخبى وراء حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى تنفس عن هيدي العقد، لأنه منا قادرة تكون مثلك وإنها تقدر حدا يكون عنده رأي مؤثر. هيدا هو الروابط بكل بساطة. طيب اليوم ضيوفك كلهم من اتجاه واحد. يعني كلهم داعمين للمقاومة. بالوقت نحن بنعرف إنه الصحافة لازم تكون موضوعي نوعا ما. هلا أكيد عندك كل الحرية، المنصة لإلك حرة تطلعي اللي بدك إياه، ولكن كمان هذه الزاوية عليها علامة استفهام. ما هو الموضوع مش برغبة مني، هو بالقانون ممنوع، لأنه ممنوع نستضيف صهاينة. مش هيدا بالقانون اللبناني ممنوع التعاطى مع الصهاينة، فعشان هيك أنا ما عم بستضيفهم. الرأي الآخر يلي هو ضد المقاومة. هلا كل مين بيعارض المقاومة هو صار صهيوني؟ هلا بهيدا الوقت أكيد. مش اللي بيعارض الحزب بالسياسة الداخلية، هيدا موضوع تاني، وأنا من المعارضين لسياسة الحزب بالأمور الداخلية. بس بموضوع المقاومة وبهيدا الوقت بالذات كل حدا بيحكي ضد المقاومة هو صهيوني، ولا أتشرف إني استضيفه.
لو نحن بوضع طبيعي عم نحكي يمكن عن شؤون داخلية، عن انتخابات مثلا، ايه اكيد بستضيف كل الاطراف اكيد. بس انا بهيدا الوقت ما بسمح لحالي انه استضيف ناس يطلعوا يحكوا لغة طائفية مقرفة مثلهم، يقولوا بيشبهونا وما بيشبهونا، والشيعة أكلونا وأكلونا المحمودات. أنا هيدا الخطاب بقرفني، ما بتحمله، ما بتحمل اسمعه. فكيف لحتى يكون الضيف قاعد قدامي وعم يحكيني بهذا الأسلوب؟ ما رح أتحمل، حأتخانق أنا وياه ونعلى، وشو بدي بلبكي لأنه بعرف حالي بصير بعمل هيك يعني. لشو؟ أنا صهاينة على المنصة عندي ما رح طلع إلى أن يثبت العكس. طالما هن عم يحكوا خطاب الإسرائيلي أنا ما بتشرف استضيفهم. طيب اليوم كتير عيب اللي عم طيب يعمل. اليوم بركي الاسرائيلي بيستغل هذا الخطاب اذا بدك تيبين انه هو بيتميز معهم. ايه او بيجي انا يعني بشجعهم اكثر انه يستمروا بهيدا الخطاب. طيب لازم يسكتوا بمحل معين؟ يمكن ما فهمت سؤالك صح. لا لازم يسكتوا بمحل معين. يعني افترضي انا اليوم عندي راي ضد حزب الله او ضد المقاومه بنقطه معينه. اليوم اجى الاسرائيلي واستغلها تيفرجي للداخل لبنان انه انا خطابي بيشبه خطاب بعض اللبنانيين بالداخل. بيجي انا بسكت هون بس لانه الاسرائيلي استغل او بيستغل اذا بدك هذا الخطاب. ما هن مبسوطين بالاسرائيلي لما عم يعمل لهم ريتويتات للبوستات اللي بيكتبوها. هن مبسوطين بهيدا الشيء وما عندهم مشكله. وصلت فيهم الوقايه حيطلع يقولوا نحن ما عندنا مشكل نعمل سلام مع اسرائيل، بالوقت يلي اجساد الاطفال بغزه عم نشوفها مطيشره على الحيطان بمشاهد ما بعرف كيف ممكن واحد يوصفها او يتحملها دماغه، لدرجه عن جد انه ما بقى قادرين نشوف. بيجي بهيدي اللحظه بيقول لي وليه بدي ضل مستحي انا؟ ايه انا بدي سلام مع اسرائيل. حبيبي كيف بدك سلام مع اسرائيل يعني؟ كيف؟ ليه انا بدي ساهم باني انشر هذا الخطاب؟ هو من القصص يلي كانت تعتبر نقاط ضعف عند المقاومه وقضيه فلسطين هي الاعلام، وشفناها كيف السوشيال ميديا والفيديوهات تبع اللي عم تنتشر من غزة هي يلي قلبت الرأي العام العالمي. هيدا كان بسبب ضعف الدعاية، لأنه المحطات الكبيرة ما بتغطي القضية، بتغطيها بطريقتها وبتصور لك إسرائيل إنه هي حمامة السلام يلي عايشة ببؤرة من وسط بؤرة من الإرهابيين. وحتى عم نسمع الأمريكان والأجانب الناس يعني عامة الشعب لما يطلعوا يحكوا بالمظاهرات بيقولوا نحن مصدومين من الحقائق اللي كنا عم نكتشفها. هيدي هي أهمية الإعلام والكلمة المؤثرة. فأنا طالما أنا عندي اوريدي ضعف بهذا الخطاب، ليه بدي اجي قوي الخطاب يلي بيخدم الإسرائيلي؟ لا أكيد ما رح أسمح لنفسي أعملها. وطالما هن عم يحكوا هيدي اللغة وهن شكلهم مبسوطين فيها وعادي ما بقى مستحيين يعني. المشكلة إنه الموضوع بطل كمان له علاقة بالسياسة، إنه أنا بس لأنه ما بدي وحدة الساحات، أنا ما بدي جر لبنان لحرب. هيدي النقاط لحد هون مفهومة كتير وبحترمها وجهة نظر، لأنه بالنهاية كلنا بنخاف من الحرب. بس توصل إنه نستهدف طائفة بأكملها بس لأنه نحن مختلفين مع حزب معين بالسياسة، لا عيب. هيدا التحريض كل يوم كل يوم كل يوم ما بيشبهونا وما بدنا نعيش معهم وبدنا نقسم البلد والبلد مش لإلهم وهن أصلاً مش لبنانيين. كيف هالحكي يا عمي؟ كي أنا هون عندي عتب على المنصات يلي تصر دايماً أنها تستضيف هيدي الشخصيات وبشكل مستمر. يعني الخطاب مش عم يوقف، إنه بدنا نروق شوي على راية إناس كريمة. هدوا البال عن جد، هدوا البال والله عيب. وين عايشين نحن؟ ليه صرنا هيك؟ ليه في هيدا الحقد والكراهية؟ ما فهمت. هلا بسياق الاسئله الاخرى بركي بنحاول نلاقي جواب، بس قبل اليوم في مستوى اخر كمان من المعارضه للحزب، انه انت ما فيك تاخذ قرار لحالك انك تاخذنا تفتح جبهه مسانده اشغال تفوت على حرب. صح. ما في اليوم ضيوف بيحكوا بهذا المستوى؟ بلا هولي بيستضيفهم، هولي مسموح. ما شفنا بعد. بلا لا بعد. ايه صح. صح. بس انه اذا صارت مبلا اكيد ما عندي مشكل. بس انا عم بحكي عن اللي عم يستهدفوا المقاومه بلغه طائفيه وبلغه بتخدم الخطاب الصهيوني. انا الخطاب الصهيوني ما بدي طلعه عندي وما بتشرف، مع انه بعرف اني بخسر فيوز. يمكن هيدي الحلقات بتجيب فيوز كتير وبطل يمكن برات الترند. هيدا كله ما بيهمني، لانه انا من الاساس انا وقفت فن وفتت على السياسه كرمال احكي عن هيدي القضيه. فما رح اجي زيد شو بيقولوا الطين بله يعني وروج لخطاب ما بيشبهني ولا بيشبه الناس اللي بيتابعوني. طيب اليوم
انت مع انه حزب الله يتفرد بقرار السلم والحرب بلبنان؟ هلا رأيي ما راح يقدم ولا راح يأخر، لأنه أساساً الحزب اليوم منه مجرد حزب لبناني، صار قوة إقليمية العالم كله معترف فيها. شايفين الوفود رايحين جايين، عم يتفاوضوا مع مين وكرمال مين وكرمال شو؟ كرمال هيدا السلاح يلي راعب إسرائيل وراعب محور طويل عريض صار له يمكن 100 سنة مسيطر على العالم كله. فرأيي إذا كنت مع ولا كنت ضد لا رح يقدم ولا رح يأخر، بس من الآخر إيه أنا مع. يلي عم بيتهموا الحزب اليوم إنه هو تفرد بقرار الحرب والسلم، هن نفسهم عملوا لنا حرب 15 سنة، حرب أهلية كمان ما استشاروا فيها حدا. مين استشاروا لما بدهم يحاربوا السوري ويحاربوا ما بعرف مين ويحاربوا بعضهم الأحزاب المسيحية وغير المسيحية؟ مين استشاروا؟ اجوا سألوك؟ أنا ما بتذكر إنه سألوني. أنا بتذكر كنت صغيرة نايمين مرة بالبيت، كنا 5 طفال صغار أنا وإخواتي وأمي وبيي، بفوتوا علينا مسلحين من إحدى هيدي الأحزاب يلي بتحب الحياة وبتحكيني بحب الحياة وبأنه هي بترفض ثقافة الموت. كنا طفالة وعينا على البارودة بروسنا، أنا وإخواتي وأمي وبيي كانوا عم بفتشوا على حدا ما بعرف وين كان هربان. هيدا من الأحزاب المسيحية يلي طوشتنا اليوم بثقافة الحياة وبالسلام مع إسرائيل، وهن يا لطيف هن شو يعني شيء بيقرف يلي عم بيصير بصراحة. على سيرة السلاح، بخوفك سلاح حزب الله؟ لا، لأنه صار له سنين موجود بالساحة الداخلية، ما شفته ولا مرة توجه لنا أو توجه لأي طرف داخلي. هون بعد مش بيقول لك أو بيذكرك 7 أيار كان في إلها ظروفها وكان في إلها هيدا ظروف مختلفة تماما، وكلنا بنعرف شو كان الهدف من وراها أصلا. كل هيدا الهمروجة لجر الحزب لصراع داخلي، وهو كان ذكي كيف عرف استوعب الموضوع وطلع منها بسرعة. سلاح الحزب نحن جربناه بسنة 2000، وأنا قلت لك قبل بمرة بحلقة كنا فيها أنه أنا بنت الجنوب، بنت ضيعة مسيحية. لما انهزمت إسرائيل بسنة 2000 واستلم الحزب وانتشر بكل الضياع بمراكز ثابتة وغير ثابتة، ما تعدوا على حدا ولا صار ضربة كف ما صار. بسنة 2006 شفنا نفس الشيء، كان منتصر بالحرب وما اجى فرض رئيس، لا راحوا يتحاوروا لحتى جابوا رئيس جمهورية توافقي، بوقتها كان ميشيل سليمان. يعني اختبرناه بكتير محطات. أنا بخوفني سلاح تاني اللي هو بخوفني السلاح يلي عمل مجزرة اهدن، بخوفني السلاح يلي عمل يلي اغتال رشيد كرامة، بخوفني السلاح يلي قوس علينا نحن العونيين بسنة 90 على أصل القوات اللبنانية. ايه وكل الأحزاب المسيحية المتطرفة اللي قوس علينا بنهر الموت لما كنا متظاهرين سلميين معتصمين كرمال فك الحصار، وقت كان الرئيس عون بقصر بعبدة كرئيس حكومة بسنة 90. كانت الناس شباب ونساء وأطفال حاملين شموع وعاملين اعتصام على جسر نهر الموت، تقوس عليهم ومات منهم العشرات. أنا هيدا هو السلاح بخوفني السلاح يلي قتل داني شمعون وعائلته. لا، مش سلاح الحزب أبداً. أنا سلاح الحزب بوثق فيه وبعرف إنه بيحميني، ما رح يتوجه صوبي ولا بأي يوم من الأيام. صار لهم سنين عم بيجربوا يجروه على حرب داخلية، من وقت اغتيال الشهيد رفيق الحريري لكتير محطات، وهن عم بيجربوا إن كان بالسجال وإن كان بالأرض وإن كان بوقت الثورة. ما ننسى الهجمة اللي كانت على الحزب وعلى الرئيس عون وعلى كل حدا بأيد هيدا الفكر المقاوم. وهو بلا هلأ بعده ما انجر وما رح ينجر. عشان هيك أنا ما بخاف من سلاح الحزب، بالعكس أنا مطمئنة تماماً إنه هو بيحميني أكيد. أوكي، هون البعض بيجي بيقول لك إنه سلاح الحزب منع قيام دولة يلي هي مفروض يكون عندها مهمة إنه تحميكي أو تحمي كل اللبنانيين. غير صحيح.
لانه بنعرف يعني بس نقول دولة بنقول كمان اكيد الجيش اللبناني. ايه طبعا الجيش على راسي وعيني، بس هل هن سامحين بتسليح الجيش لحتى يكون عنده القدره انه يحمينا؟ بعدين بناء الدوله هذا موضوع مختلف تماما. ما هن اللي عم يحكوا اليوم عن سلاح الحزب انه هو اللي منع بناء الدوله، مش هن اللي كانوا منخرطين بالفساد صار لهم 20 و30 سنه؟ مش هن اللي عم بينفذوا الاجنده الامريكيه بانه ما يتسلح الحزب؟ ما عم بيحكوها علنا الامريكان والفرنسيين، ما بدهم الحزب يتراجع 10 كيلومتر لورا الليطانه. طيب ليه بدك تنفذ رغبه امريكا؟ ما هيدا اعتراف واضح. بناء الدوله ما تم بسبب الفساد، بسبب السرقه، بسبب هيمنه المافيا والدوله العميقه والحصار الامريكي، ما ننساه. يعني هيدي كمان نقطه كثير مهمه، وطبعا بمساعده عملاء الداخل، يعني مش لحالهم الامريكان. نحن شو بيقولوا دود الخل منه فيه، بس مش سلاح الحزب لا. طيب قلت قبل شوي الخطاب يلي بيستفزك، يعني اي شخصيه بتستفز اليوم رولا نصر؟ اوف كتار. اول اسم او اسمين بيجي على راسك؟ واكيد معلش ما كله لانه عم بيحكوا نفس اللغه. يعني مكرم رباح، جوزيف ابو فاضل، سامي الجميل، سمير جعجع، طبعا كتار. يعني انت بتعرفهم اكثر مني، انت منخرط بالمجال قبلي. طيب يوم كيف تقبلي كمسيحيه لغه الاستقواء يلي البعض بيتحدث فيها من الشخصيات الشيعيه او الشخصيات يلي بتوالي حزب الله؟ أنا أكيد ما بوافق على هيدي اللغة، مرفوضة هيدي لغة الاستقواء من أي حدا. يعني ممنوع يطلع الماروني ربحنا جميلة إنه نحن اللي بنينا الدولة ومجد لبنان أعطي له وما بعرف شو، وكمان ممنوع الشيعي كمان يطلع يستقوي على الطرف الثاني. أنا هيدي اللغة برفضها أساسا، لأنه أنا بعيدة تماما عن الطائفية وعن التمييز الديني. أنا بتعاطى مع الإنسان كإنسان، بس كمان بميل معينه بدنا نستوعب شوي هذا الخطاب ليش عم بيصير بهيدي الطريقه من الجهه الشيعيه. عم بحكي انه هدول الناس مستفزين كل الوقت، المنصات مفتوحه لشتمهم، التلفزيونات، الاعلام برا، يعني كل يوم بيشبهونا وما بيشبهونا وما بيحبوا الحياة وما بيسهروا، ونحن بدنا نشرب وبدنا نلبس مايو. خيي مين مانعك تروح تلبس مايو؟ يعني بتحس حالك كأنه لما تحكي عن الشيعة كأنك بكندهار، مش مزبوط. تصريح محمد رعد استفز الكل. ايه بس هو ما هيك، هو ما يعني تجير للفكره اللي قالها النائب محمد رعد انه اللي عم بيروحوا على البحر هن بدهم يدمروا البلد. مش مزبوط، هو ما هيك قالها. هو قال في ناس عندهم هيدا الهدف، في ناس عنده هيدا الهدف. ما قال اللي بيروح على البحر عم بدمر البلد، طبعا لا. ما روح شوف رواد السهر اساسا مين 3/4 من وين؟ من الطائفة الشيعية. هيدي حقيقة. نحن بنشتغل كنا بمجال الفن والسهرات والحفلات وبنعرف كثير منيح هذا الموضوع. وإذا ما بده ينسى خيي أنت شو لك معه؟ حر هو. إنه ما فهمت. قال هيفا وهبي ما بتطلع على تلفزيون المنار، ليش تطلع هيفا وهبي على تلفزيون تيلي لوميير مثلا؟ هل شفت شي مرة كليبات هيفا وهبي على تيلي لوميير؟ طب ما هيدي محطة ملتزمة بدك تحترمها. ما بتحب شو بتحط ما تحضرها. بدك تحضر هيفا دور أنغامي، حط يوتيوب، حط LBC MTV عادي، ما حدا مانعك. يعني في فرق بين انه انا مثلا ما بدي اسمع هيدي الشغله وبين انه انا عم بفرض عليك هيداك الموضوع. طب ليش بتغنوا مثلا كل عمرهم كانوا يتغنوا بالسعوديه اوكي ماشي الحال، فيكم تتغنوا بالسعوديه قد ما بدكم، بس انه عفوا هل من 3-4 سنين كانت هيدي الحفلات والغنى بهيدي الطريقه هل كان مسموح بالسعوديه؟ مش كان في مطوعين يلحقوا الناس بالشارع اذا صايمين ولا مش صايمين؟ ليه هديك هونيك بتحترموا قرارات البلد الداخليه وهون ما بدكم تحترموا قرارات ناس عم تهتم بشؤون بيتها؟ خيي انا حره ببيتي، ما بدي فوت مشروب مثلا. انا بخاف على اولادي مثلا يشربوا ويسكروا ويروحوا يسوقوا السياره ويتهوروا. شيلني عن المبدا الديني. هلا حيفكروني الشيعيه بين هلالين، انا مارونيه مسيحيه بالاحرى. فكل واحد عنده حريته ببيته يتصرف مثل ما هو بده، طالما هو مش عم يعتدي على حريه الاخر. اذا كان بيشرب هو حر، اذا ما بيشرب هو كمان حر. انا ضد هيدا الخطاب اكيد، بس لما انت عم تستفزني كل الوقت مضطره ارد عليك، مجبوره. يعني ليه عم بتحسسوا الشيعة انه هن ناس مكروهين ومرفوضين وانه ما حدا بحبهم؟ لا مش مزبوط هذا الحكي. كنت بحديث مع احد اصدقائي هو من الطائفه الشيعيه، ذكر هذه النقطه،
قال لي لا، كل العالم بحسهم ما بيحبونا او عندهم شيء ضدنا. لانه عم يتصور هيدي الصوره انه الشيعه اكلونا المحمودات، يعني عرفت كيف؟ مش مزبوط، مش مزبوط. يعني نحن بشغلنا وحتى بحياتنا بنتعاطى مع كثير اشخاص من الطائفه الشيعيه اللي عم يتصور عنهم بسبب الحرب وغير الحرب صارت اهدافه واضحه، هي لانه ما قدروا عليه بالعسكر وما قدروا عليه بالميدان، بدهم عم فكرهم انه يضربوه من داخل العقيده، وانه يخلوا الراي العام كله يصير ضده. بس برجع بقول لك صار لهم سنين عم بيحاولوا، فشلوا وحيضلوا فاشلين وسوف يفشلون. وبكره لما تتوضح الصوره بعد هيدي الحرب، صدقني هدول العالم ما رح يكون لهم مطرح على الطاوله. سؤال تاني، ما بتخافي عما يحكى عن مد الشيعي الإيراني وتغيير الديموغرافيا وإلى ما هنالك؟ من أي ناحية؟ ياكلون المحمودات. شو يعني يسيطروا الشيعة؟ ما في شيء اسمه مد شيعي. شو يجبرونا نتشيع يعني؟ لا في عالم اخذ هذا المصطلح وماشي فيه او تخوف فيه العالم. نرجع للأول، الخطاب. لما انت كل نهار عم تحكي بنفس الفكره، ولايه الفقيه وبدهم يسيطروا، والمد الشيعي والهلال الايراني وما بعرف شو، في ناس بتتاثر بهذا الخطاب، بتقول لك انه مزبوط. طيب اليوم اغلب المسيحيين بيعارضوا هيدي الحرب، والجزء الاكبر بيتحدث عن السلام كركيزه. لحظه عفوا، شو قلت؟ اغلب المسيحيين بيعارضوا. مين قال؟ عندك احصاء ولا هيدا اخبار مكرم رباح وسيمون ابو فاضل وجوزيف ابو فاضل؟ مش مزبوط هذا الحديث، مش مزبوط ابدا. مين قال؟ عملوا ستاتستيك. مين قال العكس؟ كمان ما حدا قال العكس. فما حدا يطلع كل الاحزاب المسيحيه وكركي وكل المراجع المسيحيه بتحكي انه ما بدها هيدي الحرب، بما فيهم حتى التيار الوطني الحر ببعض المحلات. صح، بس بداخل التيار قد في اصوات هي مع المقاومه اليوم لاخر نفس، اساسا من الاساس. هلا في ناس مع المقاومه، بس بنفس الوقت ايضا كمان ضد الحرب، وفي ناس مع الحرب وكتار. وانا بنت التيار ومؤكده من يلي عم اقول لك اياه. فما حدا يحكي باسم المسيحيين، ما حدا له حق، لانه ما حدا محتكر الصوت المسيحي. نزلوا على الارض وعملوا احصاء خيي، وساعتها بنقرر اذا هن مع ولا هن ضد. بعدين نرجع على موضوع التيار. بس بدي الفت نظر لشغله كتير مهمه، ليش اساسا مين يلي حببنا بشيء اسمه مقاومه غير التيار؟ مش عم بحكي عن المقاومه عن حزب الله، عم بحكي عن الفكر المقاوم. نحن سنه ال90 هل كنا قادرين نحاربها لسوريا ولا قاومناها؟ مين اللي زرع فينا هيدي المبادئ؟ مش فخامه الرئيس ميشيل عون الله يطول بعمره؟ يعني ما تحيدوا عن هيدا الخط. وبعدين لما بدك تحكي عن انت رافض سياسه هيدي السياسه، اوكي فيك تعبر عنها، بس مش ضروري نصير عم نحكي لغه احزاب ما بتشبهنا. التيار كل عمره هو بيجمع ما بيفرق. يعني انا بالتيار مع خطاب منصور فاضل، مش مع خطاب ناجي حايك. ما بحب هيدي اللغه الاسترزاز، ما بحبها. منصور فاضل بينتقد الحزب، بس بنفس الوقت ما بيستفز، بيحكي بكتير احترام. طلع معي بحلقه وكان بس قالوا من اروع الحلقات يلي قال انه انا غبت كل هذه الفتره لانه الاراء او المعتقدات يلي ما بتشبه الخطاب العام للتيار الوطني الحر بمحل معين. لانه هو ما ترك التيار، ما بده يطلع يعني يبين كانه هو عم بيهاجم التيار او شيء، ولانه في قياده المفروض ان يلتزموا بقرارها. انا ماني منتسبه للتيار، انا مؤيده، عم بحكي عن رايي الشخصي. انه كانت وجهه نظر تحترم. يعني ليه مطلوب يطلع يسب التيار يعني لحتى يمشي الحال؟ لا. طيب اليوم السلام مش هو ركيزه اساسيه بالجوهر الايمان المسيحي؟ اكيد، مين منا ما بيحب السلام ان كان مسيحي ولا غير مسيحي؟ بس السلام مع مين؟ انطلاقا من الايمان المسيحي، هل المسيح عمل سلام مع الشيطان ولا قاومه وانتصر عليه؟ ليش ما عمل سلام مع الشيطان؟ ليه ما استسلم للشيطان لما جربوا مره واثنين وثلاثه؟ مش ركع وصلى قال للرب ابعد عني هذه الكأس لما عارف انه هو رح يصلب؟ لا، قاوموا للشيطان، ما خليه ينتصر عليه. وانتصر عليه بشو؟ بالصليب، يعني بالموت والقيامة طبعا. فكيف نحن كمسيحيين اساسا نحكي بهيدا السلام؟ السلام ما بيكون مع الشيطان.
السلام بيكون بيني وبينك، بين خي وخيو، مش مع أبرياء ومع وحوش قتلة مفترسين. اللي عم بينادوا بالسلام مع هدول القتلة هن خونة، أكيد خونة، ما في شك. يعني أنت من وجدانك المسيحي، إذا بدي أحكي ما شو بدي بالإنسانية، أنتوا اللي عم تحكوا إنه المسيح السيد المسيح ينادي بالسلام، أكيد ينادي وطوبى لصانعي السلام. بس أنت بوجدانك المسيحي كيف تتحمل تشوف أولاد واقفة قدام السياج حاملة طناجر صغيرة عم بتصرخ جوعانة؟ كيف تتحمل هيدا المشهد؟ فسر لي من وجدانك المسيحي. إذا أنت قاري الإنجيل عن جد، حط عينك بعيني وقل لي كيف تتحمل تشوف هيدا المشهد من دون ما تتفاعل معه. لا، وبكل وقحنة عم بتطالب تعمل سلام مع هدول اللي مجوعينهم. فسر لي إياها. المسيح قال طوبى للجائعين، طوبى للحزانة. حكي عن السلام صح، بس مش مع الوحوش. يسوع بأكثر من مرة بالإنجيل بمحطات بيحكوا عن ميزة الحنان يلي كان عنده إياها. بإحدى المرات كان ماشي بالطريق مع الرسل وبيتلاقوا بجنازة شاب متوفي، وكانت أمه عم تندبه، يعني طبعا عم تبكي بمرارة أكيد، ابنها شاب متوفي. مكتوبة بالإنجيل العبارة فتحنن عليها يسوع. كونوا حنين مثله ليسوع وحنوا على هدول الأبرياء يلي عم بيموتوا بهيدي الطريقة البشعة، مش بس بغزة، بلبنان. بتروح من راسك صورة الطفلة أمل الدر. طب هون بدي اتوقف معك بنقطة مهمة. يلي عم تقولي انت سوري بعد إذنك. لا ولا يهمك ولا يهمك. سوري. فينا نتفاعل، يعني اليوم بيجي الواحد بيقول لك انا معي اللي عم تقوليه، في اتفاعل مع يلي عم بيصير بغزة، بس ليش بدي اعمل من اطفال لبنان مثل ما يلي عم بيصير باطفال غزة؟ ليش شو أنا عم بعمل فيهم؟ ولا بروح بحارب يلي عم يعمل فيهم؟ طب صار لهم 9 شهور عم يحكوا بدهم يعملوا حرب على لبنان وبيهددوا طيب. وبيتوعدوا، ليش لهلا ما عملوا حرب؟ خليهم يشرفوا القبضيات يعملوا حرب ويطلعوا احزاب اليمين يساعدوهم كمان. مين اللي رادع على اسرائيل اليوم؟ تسترجي اسرائيل تعمل حرب على لبنان؟ الا اذا خوت بالمره نتنياهو، ساعتها صرنا فتنا بغير ديباجه. معقول؟ طيب طب سؤال معاكس، بدل ما نشوف حالنا بهيدا السلاح يلي رفع لنا راسنا ومخلينا نحكي هيك بلغه فيها كثير من العزه والكرامه، ليه؟ بدل ما اجي اوقف حد وبيجي بقوس عليه بهيدا الوقت. يا خيي انا ضد الحزب بالسياسه الداخليه، وضد انه يفرض علي سليمان فرنجيه، وضد انه ما ساعدوا الرئيس عون بملفات الفساد وبكثير محطات. بحس انا كحدا مناصر للرئيس انه هن خذلوه بكثير من المحطات. بس هلا هن والشهداء بالارض بدي اجي بدي احاسب الحزب؟ لا مش مزبوط. هيدا شيء مرفوض، والا بكون خاينه لنفسي ولمبادئي ولبلدي ولكل شيء تعلمناه من نحن وصغار لليوم عن الوطن وحب الوطن وفيروز واغاني فيروز واللي بدك اياه. طب اليوم عم ينحكى بتسوية او صفقة وقف اطلاق نار، اذا حصلت ووقف كل شيء هلا هيدا موضوع سياسي. انا سياسي لا، بس بنحكي بالمشهد باليوم التالي مثل ما دائما بيحكوا عنه. غزة مدمرة، شو استفاد لبنان؟ شو استفاد لبنان؟ هلا يعني انا ماني محلل سياسي، السؤال شوي كبير علي. بس انا اكيد انه لا عودة الى ما قبل 7 اكتوبر، لا عودة. هيدي الحرب ما رح تخلص مثل الحروب اللي قبل، رح يكون فيها منتصر بانتصار كتير كبير او هزيمة مدوية نتمناها لإسرائيل يعني. والمؤشرات لهلا بتحكي عن هيك. أنا بشك كتير إنه نرجع لما قبل 7 أكتوبر. صارت صعب كتير الرجعة بعد 9 شهور حرب، بعد فشل الجيش الإسرائيلي، الفشل الذريع بأنه يجتاح غزة مثل ما هو بده، بأنه يهجر أهالي غزة، بأنه يجتاح الجنوب، ويمكن لبنان كله ما بعرف بده يوصل لوين، يمكن بلكي على السعودية. طيب لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر مهما كانت النتائج. الواحد في يكون ضد إسرائيل، ضد السلام مع إسرائيل، وبمحل معين بيتعاطف
معنويا بس مع الفلسطيني ما ضروري يكون عم يفتح جبهة مساندة له. هلا ما هو كل بلد له ظروف. يعني عدائنا لإسرائيل مشروط بأنه نكون مع الفلسطينيين بالدم؟ ايه، لانه لسبب كثير وجيه، انه اسرائيل لن تكتفي بغزه. ما هي قبل نحن جربناها بلبنان وشفنا شو عملت. يعني هل انت عندك شك 1% انه اسرائيل عندها اطماع بلبنان؟ لا اكيد كانت ولا تزال لا وستبقى. هي الدوله الوحيده يلي مش راسمه حدودها. بدها تاخذ لبنان وبدها تاخذ الاردن وبدها تاخذ جزء من مصر وجزء من السعوديه وسوريا، وين بتوصل مين بيعرف يعني. فايه نحن بالمنطق وبالفكر بعيدا عن الانسانيه والتعاطف، نحن عندنا مصلحه بهذا الشيء اكيد، انه نهزم اسرائيل. قلت من شوي انه انت من العيشيه وبنعرف نحن صار فيها مجزره ضيعه جنوبيه قضاء جزين بحبها كثير. بنعرف انه صار فيها مجزره زمان استشهد فيها اكثر من 50 شخص بفتره كثير صغيره سنه 76 بيوم واحد على يد فصائل فلسطينيه مسلحه. اليوم لا بدك تساند الفلسطيني لانه الفلسطيني اللي فات على ضيعتي بوقتها وعمل المجازر يلي صارت منن هن اطفال غزه اللي عم شوفهم اليوم بهيدي الصوره، اجسادهم محروقه واطرافهم مقطشه. مش هدول غير ناس. بعدين هيدا شيء مرق وصار بوقت الحرب. فانا ما في يكون مع الاسرائيلي يلي مجازره مستمره لعقود. طب ليش انا مثلا انه ايه من نعمل سلام مع اسرائيل؟ طب بدي عملت سلام مع الفلسطيني، انا وين مشكلتك بالموضوع؟ مش انت عم بتطالب بالسلام وبدك السلام؟ طيب انا كمسيحيه تخطيت هيدا الشيء، انه هيدي مجزره وصارت، مش مجازر مستمره على مدى 76 سنه. بعدين الفلسطيني ليه اجى على لبنان؟ مش عم دافع طبعا، ارتكبوا اخطاء كثيره، وانا من الناس يلي مجروحين بهيدي النقطه. بس ما في اليوم كون مع الباطل ضد الحق، لانه في عندي حقد داخلي بمحل معين. هديك الفصائل بطلت موجوده اصلا، مش هي اللي موجوده اليوم بشوارع غزه مشرده من بيت لبيت ومن خيمه لخيمه. سؤال جديد، مستعده اليوم تدفعي ضرائب لاعاده اعمار الجنوب؟ اكيد. شو رايك يلي خطاب المعاكس؟ تافهين. هن هل دفعوا تعويضات للناس يلي دمروا لها بيوتها بالشرقيه لما كانوا يقصفوا على الجيش؟ هل عوضوا على الاديره يلي قصفوها؟ انا كنت شوفهم، كنا عايشين بمنطقه اسمها ديك المحده، هي بالمتن كانت تطل على دبي وعلى الويزه وعلى كل هيدي كنا نشوفهم كيف كانت تنزل القذايف على بعض الاديره. منهم بتذكرها بالاسم دير مار يوسف بالدبي، ويطلعوا على LBC ولبنان الحر يقولوا وقصفت ميليشيات عون هيدا الدير بدبي. كنا نشوفهم، نحن كنا نوقف ونشوفهم من وين كان يطلع القصف ووين كان ينزل. فهل هن عوضوا على هيدا الشيء؟ انه كيف يعني ليش ما بدك تدفع تعويضات؟ يعني هل طلعوا هن مثلا المقاتلين بالحزب طلعوا هن فجروا البيوت ودمروا ونهبوا ومدري شو عملوا؟ عيب هيدي اللغه. بعدين اللي انا لفتتني انه وحده من اللي حكيوا هي نائب عن الجنوب. طيب اذا انت عم بتطالبي انه يلي تضرروا هن يتحملوا المسؤوليه. غدا ايوب صح. اذا انت هالقد محمسه، طب انا كمان مواطنه لبنانيه وكبنت الجنوب ماني راضيه عن ادائك انا كنائب عن الجنوب، فانا بطالب يلي انتخبوك يدفعوا لي هنك معاشك، انا ماني مضطره ادفع لك معاشك. بده يدق الباب، بده يسمع الجواب. شعونا نحن هون. هن عم بيقولوا لكم هيك؟ ما تحكوا باسمنا. هن عم بيقولوا لكم هيك؟ ما يحكوا باسمنا، نحن المسيحيين ما يحكوا باسمنا. انا هيدا المسيح اللي هن عم يحكوا عنه انا ما بعرف. هن عم بيقولوا اليوم حزب الله ما عم بيشوفهم، ما عم بياخذ رايهم، ما عم بيدق بابهم. تركهم يتسلوا. ايه معلش، انه انت متخيل مثلا ما معقول تشوفي معهم شويه حق؟ لا ابدا. لا بدك تحكي، بده يكون في عندك تاريخ نظيف، بده يكون في عندك خلفيه تحاسب من خلالها. مش حدا عامل لي مجازر على 15 سنه
هلا ما كنت بدك تحاسب الفلسطيني اللي عمل، ما بدك تحاسب الاطفال غزه اليوم؟ اطفال غزه شو خصهم بالفصائل المسلحه اللي فاتت على الجنوب وقتلت وعملت؟ شو خص اطفال غزه بهول؟ بس لانه فلسطيني بدي اكرهه؟ لا مش مزبوط. بس ما هيدا الحزب بعده موجود بمقاتلينه بسلاحه، بس يمكن بس بغير قاعده شعبيه، بغير نواب، بغير مسؤولين. لا القاعده الشعبيه بعدها، شو وين راحت القاعده الشعبيه؟ ولا كيف جابوا نواب باخر انتخابات؟ ناس جديده. لا شو الجيل القديم كله راح، ما انا من الجيل القديم. شو فكرني عمري 20 سنه. لا طيب هلا قاعد انا وياكي، لا اعطي مثل، قاعد انا وياكي فوق منا هذا الاستوديو، قررت انا نهبط هالسقف علينا. ليش؟ وما بدي اسالك، تقبلي؟ لا ما فيك تكرمها بهيدي الطريقه مارون، لا. طب انا بدي اعطيك مثل ثاني، انا وياك قاعدين بالاستوديو ولا سمح الله بالشقه اللي حدنا صار في حريقه، بنسكر الباب وبنكمل حوار ولا بنقوم نساعدهم يطفوا؟ ما خصني. بنقوم، بس ما بتساليني اذا بنقوم ولا لا. لا انا غريزتي بتقول لي قومي دغري. ايه طبعا اكيد. طيب اليوم حزب الله الحريق جاي علي، مش لانه بشفق على جيراني، يمكن ما بحبهم لجيراني، بس بالمنطق ما الحريق جاي علي. وضحت. اليوم حزب الله عم يدافع عن لبنان او عن ايران؟ عن لبنان اكيد، عن لبنان. السخيف يلي بيقولوا عن ايران. ليش؟ شو لها مصلحه؟ طب ليك انه بالهيك الفكره الكثير بسيطه. طيب ايران عندها مصالح، اوكي، وحزب الله عم ينفذ لها هيدي المصالح. طب ليه بدي اقتل شبابي انا ودمر البيوت؟ ما في، بكل بساطه رح اقعد معهم على الطاوله واخذ اللي بدي اياه. ما عم يتفاوضوا مع ايران، وكان في اتفاق نووي والتغى، ويمكن يرجع يمشي، ما بعرف شو صار فيه يعني شيء بيضحك. يعني شو هالبرمة الطويله العريضه؟ ليش؟ شو مضطرني يعني كرمال شابين ثلاثه بالضاحيه يطلعوا يزقفوا لي يعني مثلا نحن عم نقاوم اسرائيل؟ شو هالتفاهه هاي؟ ما فيهم بكل بساطه الايرانيه يقعدوا مع الامريكان او ما بعرف مع مين ويتفاوضوا وياخذوا اللي بدهم اياه. اجنده ايرانيه، هيدا راجح يلي بيزرعوا لنا اياه لازم يكون على طول موجود. مش مزبوط. شو الحكي هيدا؟ هلا بس لو حدا بيقدم شو يا خيي دم انا بفهم، انا بكون عميله مثلا لدوله معينه، بس بروح بستشهد كرمالها؟ اكيد لا، ما بستشهد كرمالها، ما بتوصل لهون. يعني كون عميل بغير شيء بس مش بالاستشهاد. هيدي ناس عم تستشهد، ناس دمها بالارض، ولك احترموا الدم يا عالم. يعني ما انتم المفروض عشتوا الحرب وبتعرفوا شو يعني شهداء، ليه عم تنكروا عليهم هيدا الحق؟ وما بيشبهونا وثقافه الماضي. لك روح انضاب بقى، خلص بقى شي بيعرفوا له. والله عيب يصير لك تتشبه فيه اساسا. انت بتطول انك تتشبه فيه. بتشوف النشرات يلي بينشرها الحزب من بعد ما يستشهد كل حدا، شي دكتور بالجامعة، شي استاذ مدرسة، شي حكيم بقصص كمان حالات كتير متخصصة ونادرة. هيدي الناس تركت كل هيدي العز والشهادات والفخر والبدك اياه، واختارت انها تستشهد كرمال بلدها. بيجي انا بكل حقارة بقول لها انت عم تستشهدي كرمال ايران؟ يعني تفن تبعت الناس ما لا تكفي. ايه لا تكفي. هلا بس ضروري اوضح شغله، انه اسئلتي نابعه عن تعليقات بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بتعكس ما عندي ولا اي مشكله او شيء ثاني. خطاب البطرك الراعي عن وصف اعمال المقاومه بالارهابيه معيب، معيب جدا. قبل ما نروح على التوضيح يلي طلع بعدين، توضيح ما أنعني، لأنه هن قالوا إنه لا يقصد الحزب. هو أول مرة قالوا إنه بيقصد الفصائل الفلسطينية، ثاني مرة قالوا إنه بيقصد إسرائيل. يعني لأنه كل حدا عطى تبرير شكل. ما هي إذا الفصائل الفلسطينية عم تعمل هيدا الشيء كلنا بنعرف إنه ما في رصاصة عم تطلع من دون تنسيق مع الحزب. هيدا كله لمحاربة الإرهاب اللي هي إسرائيل هي الإرهاب بكل ما الكلمة من معنى. وإذا كان بيقصد الحزب كمان بتكون كارثة، لأنه هو قال بالحرف الجنوب منطلقا لأعمال إرهابية. نعم. مش هو يتلقى أعمال إرهابية. فكيف هو بيكون قاصد إسرائيل؟ زلة لسان يمكن. هلا منيح انه برروا لحتى يهدوا شوي بعد التبرير شفنا بين مزدوجين
انه الراعي قبل الصحصوح، الراعي بعد الصحصوح. لا عيب، انت مع مش هذا العباره؟ لا عيب. وساعه بيحطوا له بدله اسرائيليه لا او صوت مش على لهذا. العلم الاسرائيلي. لا عيب، ما مش حلو يعني. فينا نرد على البطرك بالسياسه قد ما بدنا، بس ما توصل للاهانات الشخصيه. وبنفس الوقت هون بدي اوجه بس كلمه للي كمان بينتقدوا السيد حسن، انه بس بدكم تردوا كمان ردوا بالسياسه، لانه هو بالنهايه كمان رجل دين يعني. فمواعيد كمان بعض الالفاظ يلي بتنحكى من الطرفين مرفوضه، لانه اثنيناتهم قامات روحيه لهم احترامهم بطوائفهم. ردوا بالسياسه قد ما بدكم طالما هن عم يحكوا بالسياسه، اكثر من هيك لا. اخر سؤال قبل ما نروح على الفقره الاخيره. في نغمه جديده اليوم، الشيعة كانوا موجودين بجبال وكسروان قبل المسيحية وبدنا نستردها. المسيحيين بيقولوا نص الأراضي لنا كمسيحيين. ما بعرف تفاصيل التاريخ والجغرافيا، هيدي بدها أكيد طبعا ناس متخصصة بتعرف بهيدا الموضوع. بس أنا يعني كتير مؤسف ليش وصلنا لهون. صح. شيء بيحكيك ب 19%، شيء بيقول لك الكسروان كانت للشيعة. يا خيي هيدا بلدنا، بلد الكل، وكلنا بدنا نعيش فيه إخوة ونحب بعضنا ونكون مع بعض. يعني أنا لما مش أنا ما كان عندي مصاري بالبنك أصلا لحتى تنسرق. لما انسرقت مصريات الناس ما سألوا إذا هو شيعي ولا مسيحي ولا سني ولا درزي، كلنا انسرقنا، كلنا عينينا ويلات الحرب، وكلنا إذا انهار البلد رح ننهار كلنا، مش إنه رح ينهار قسم وقسم تاني يبقى. فبليز خلونا كتير نوعى وننتبه على هيدي اللغة، لأنه ما رح توصل لمحل. عشنا الحرب الأهلية وما بدنا نعيدها. هلأ منيح بعدها محصورة شوي على شوية تغريدات على تويتر، يعني ما أكتر من هيك. بس إنه في ناس تطلع بتقول لك أنا معي 20,000 مقاتل، ناس بتقول لك معي 10,000. تصدقيهم؟ لا، جعجعة بدون طحين. تهويل؟ تهويل طبعا. تهويل أكيد. طيب فقرة أخيرة رح أعطيك خيارين بدك تنقي بيناتهم، وإذا بدك تعطي تعليق عن سبب اختيارك ما في مشكلة. أوكي. بين بطرك الراعي والسيد نصر الله. السيد نصر الله بيشبهني أكثر، بيشبه أفكاري، بيشبه تطلعاتي، بيشبه طموحاتي. بدي اروح انا وياه ان شاء الله على القدس واورشليم. عذرا على هالخيار، رئيس بيو بياع حليب ولا رئيس سوفيستيكي؟ اذا قصدك الرئيس ميشيل عون، سمعنا تعليق من واحد سخيف ما بعرف شو اسمه اساسا يعني. لو ما انتم استضفتوه اساسا ما كنت بعرف مين هيدا. هيدا الناس الفاشله يلي ما عندها شيء تحكي عنه، اللي ما بتعرف ترد بالسياسه بتطلع بترد بالشخصي. ليش من امتى كان نحن مش على اساس عملنا ثورات ومدري شو لحتى نخلص من زمن الاقطاع نجي بنعاير شخص انه بيو كان يبيع حليب؟ ليه مش منا مهنه شريفه بيع الحليب؟ الانبياء والرسل بياتهم هن كانوا شيء كان راعي، شيء كان نجار. السيد المسيح كان نجار. وين ولد السيد المسيح؟ مش بمغاره. واللي عم يحكي هو شخص مسيحي. فانا بدي اقول له استحي على شيبتك يا بلا شرف انك تحكي بهيدي الطريقه عن اشرف رئيس مرق بتاريخ الجمهوريه اللبنانيه كلها. ايه بياع الحليب اشرف منك، اكيد اشرف منك، بنشوف حالنا فيه. لانه ابن بياع الحليب اجتهد ودرس وتعب وتولى اكثر المناصب حساسيه بمناطق بمراحل كثير خطره من تاريخ لبنان، وكان قد المسؤوليه وقدر يجمع 75% من الراي العام المسيحي معه. ايه اكيد بشوف حالي فيه، مش بشوف حالي فيك انت. بلكي بيك سارق مصريات العالم وعامل لي زعيم وما بعرف شو. بشوف حالي فيك لانه انت معك مصاري، لانك سراق. مش عم بقول هو، عم بقول الفكره. يستحوا بقى. طيب ولايه الفقيه او الفيدراليه؟ لا هاي ولا هاي، اكيد لا هاي ولا هاي. هلا اصلا اليوم ولايه الفقيه هي مشروع سياسي بالاساس؟ لا ما لنا مشروع، هي شيء له علاقه بالدين. طبعا ما بعرف اشرحها لانه ماني مطلعه على هيدا الموضوع، بس انا بعرف انه هي لها علاقه بالمفهوم الديني. بس اكيد لا هاي ولا هاي. انت قصدك كسياسه؟ بالسياسه اللي عم يطرح بالسياسه انه اذا سيطروا الشيعة ولا قسمنا البلد؟ لا اكيد يحكمونا الشيعة افضل بكثير. سامي جميل او سمير جعجع بالمطلق؟ ايش؟ لا، نفس الشيء بالنسبه لي. لا مفاضله بينهما، لا مفاضله بين السيء والأسوأ. للرئاسه سمير جعجع او سمير الفرنجيه؟
كمان ضد اثنين، لانه بما انه انا انتمي للتيار، يعني انا مش مع انه سليمان فرنجية يكون رئيس جمهوريه، ولكن اذا عم تخيرني لا، اكيد سليمان فرنجية مش سمير جعجع. اذا لا سمح الله، لا سمح الله واجا سمير جعجع، بتكون اول مره بحياتي بفكر فيها جديا اني فل من البلد. جبران باسيل ولا ميشيل عون؟ لا طبعا ميشيل عون، مع محبتي الكبيره لجبران باسيل، بس ميشيل عون هو المؤسس، هو الفكر يلي تبعناه من لما كنا صغار، ووعينا على محبة هيدا البلد. زرع فينا كتير قصص بعدها، يعني هيك خلص بتصير بوجدانك. أكيد الرئيس عون. الجيش اللبناني أو المقاومة؟ الاثنين سوا مع بعض. طيب بسيناريو زوال إسرائيل، مع عودة يهود لبنان إلى لبنان أو لا؟ ايه أكيد. وين المشكلة؟ نحن ما عندنا مشكلة مع اليهود، نحن عندنا مشكلة مع الصهاينة. أكيد الصهيوني شيء واليهودي شيء تاني. اصلا في منهم بتصور في بحدود 2000 شخص يمكن بلبنان. هيك بسمع، ما بعرف اذا صح. أخيراً، لبنان محافظة 15 من سوريا ولا لبنان وطن بديل للفلسطينيين؟ مش عاطيني ولا وحده اني اختار شيء من شيء. طبعا لا هي ولا هاي. لبنان لا اليوم بعد بيتعير لبنان بهود الشغلتين. انه هيك بيقولوا انه قبل اتفاق سايس بيكو كان هو محافظه، كان يعني هو تابع لسوريا، بس انه خلص اخذنا استقلالنا وصرنا بلد مستقل، واخذنا استقلالنا وشايفين حالنا كمان في لهيدا الاستقلال. ولا ليش بده يكون بديل للفلسطيني؟ بعده لبنان مشروع وطن بديل للفلسطينيين؟ هلا لا طبعا لا، لانه اسرائيل ستهزم بكل تاكيد. سوف تهزم اسرائيل، انا متاكده من هيدي الحقيقه، وان شاء الله قريبا جدا، لحتى ما تروح كل هيدي التضحيات هباء، ولحتى ما يكون 7 أكتوبر محطة هيك عابرة. أكيد ما رح يكون عابرة ورح تتكرر. أنا بدي أتشكرك رولا نصر على حضورك معنا اليوم. شكرا للمشاهدين والمتابعين. شكرا لك. ميرسي.